يا ترى انهي افضل، الحشو الفضي ولا الحشو الابيض؟ في الاول كده عايزين نعمل مقارنه بسيطه ما بين الحشو الفضي او الامالجم او الحشو المعدني او الحشو البلاتيني ايا كان اسمه، وما بين حشوه الكومبوزيت او الحشو الابيض او حشوه الليزر او الحشوه الضوئيه ايا كان اسمها. اول حاجه نقارن من حيث الشكل. شكل الحشو الابيض بيبقى افضل بكتير من الحشو الفضي، لان بيبقى واخد لون السنه بالظبط، فمبقاش عارف حتى فرق بين الحشوه والسنه. انما الحشو الفضي بيبقى لونه فضي، فما اقدرش ان انا استخدمه في الاسنان الاماميه او في الحاجات اللي بتبقى محتاجه مثلا هاي استاتيك ديماندز وكده. تاني حاجه نقارن من حيث القوه. قوه الحشو الفضي اقوى من الحشو الابيض، وعشان كده بيقعد اعمار طويله مع العيان، ممكن توصل لحد 15 او 20 سنه. لكن في عيب ان هو ممكن يكسر السنه، يعني الحشوه تفضل موجوده والسنه تتكسر، فساعتها بحتاج ان انا اغير الحشوه. وعمليه تغيير الحشوه بتبقى يعني بيطلع في العمليه دي ابخره سامه كتير. يعني الامالجم تغييره بيطلع منه ابخره سامه، وهو اصلا في اقوال بتقول ان هو ممكن يسبب توكسيستي وكده، بس الامريكان دنتال اسوسيشن، ودي جمعيه متخصصه في طب الاسنان يعني في امريكا وكده، قالت ان الامالجم ما بيسببش اي نوع من انواع التوكسيستي وانه عادي نستخدمه. تالت حاجه نقارن من حيث طريقه الالصاق. الحشو الفضي بيمسك في السنه عن طريق ان انا بعمل جروفز كده او اندر كاتس، بحيث ان هو يمسك فيها ما يطلعش من مكانه. انما الحشو الابيض بيمسك في السنه عن طريق ان انا بلزقه بلزق اسمه بوند، وبيبقى تكنيك سنسيتيف، بحيث ان انا بكون محتاج ان انا اركب عازل مطاطي او حاجه اسمها رابر دام، بحيث ان انا احافظ على الحشوه من اي سوائل او من اي حاجه ممكن تاثر على الحشوه يعني وكده. طب دلوقتي عايزين نرد على السؤال، انهي افضل، الحشو الابيض ولا الحشو الفضي؟ الحقيقه ان ده له مميزاته وده له مميزاته، وده له عيوبه وده له عيوبه. لكن لو هتسالني انا بفضل الحشو الابيض. هتقولي ليه؟ اقول لك عشان لون السنان، وعلشان يعني بيمسك كويس في السنه، وعلشان له مميزات كتير قوي، برضو من حيث القوه ومن حيث الخواص ومن حيث كل حاجه. لكن الحشو الفضي لسه الناس بتستخدمه برضه، بس ما عادش زي زمان، لان زي ما اتفقنا ان احنا مثلا بعد ما بنعمل الحشو الفضي وبنحتاج نغيره بعد كده، فعمليه تغييره بقى بتحتاج ان احنا يطلع منه ابخره سامه ويطلع منه مواد احنا مش حابينها. فالافضل ان احنا نعمل الحشو الابيض من الاول ونحمي نفسنا من موضوع الزئبق والكلام اللي منتشر عن الامالجم ده. لكن هو حشوه ما زالت مستخدمه الى الان، وممكن نستخدمها في حالات معينه، مثلا لو مثلا في حد عنده بروكسيزم مثلا بعد ما حطيت الامالجم هعمل على الضرس كراون على طول، فساعتها ممكن استخدمه. لكن هو طبعا ما ينفعش يستخدم نهائي في الاسنان الاماميه، تمام، بستخدمه في الاسنان الخلفيه عشان هو مش لون السنان. وبس كده، ده كان معظم كلامنا النهارده عن الفرق ما بين الحشو الابيض والحشو البلاتيني. اشوفكم في الحلقات الجايه. اهم حاجه في نهايه الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.